الدوة وكتر الشك، هذا كان يلقى يطفيها والثاني يبيها التك، هذا كان يلقى يطفيها والثاني يبيها التك. زعلان اكثر من راضي، فيه اللي بين جاي وغادي يحسب فيها ويتكتك، فيه اللي عنده مبادئ وكل واحد هايم في وادي، وفيه اللي عنده مش عادي يبي ترند على التيك توك. سيارات القماريها تستنى في فزعة جيها، تعبت من اللي يبيعوا فيها سوى نغدي والله بالصك، موجوعة وتلاقوا عليها الوطنية قلبه معانيها، لكن ربي ما يخليها يجي يوم ومنهم تفتك، موجوعة وتلاقوا عليها الوطنية قلبه معانيها، لكن ربي ما يخليها يجي يوم ومنهم تفتك. اليوم الأجهزة انضربت كلها، أجهزة الكهربائية بتاع الحوش راحت فيها، بس زعما يشوفوا جماعة الكهرباء ويدقوا علي ويقولوا لي عارفين في أجهزة انضربت عندك وجايين نبوا نعوضوك، وبالأمارة أنت واخذ نص قطة لحم فرحان بيها وافسدت حتى هي، هذه نص قيطة ومعها حتى خضرة كاملة، بيجي تدلع روحك انت والعيلة، حتى حالتكم النفسية حسيناها تعبت في اليومين شوية، وزيدا يعطوني صك ويقولوا لي بالك تطلع رحلة سفر، على الأقل بعد هالنكسة هذه نغير جوي ونطلع من الأزمة اللي صارت، ويقولوا لي جبنا لك تلفزيون وأجهزة جديدة، علي ما روحت تلقى كل شيء جاهز وراكب، انت غير عدي بس ما عليك، غير جوك اسبوع، هنا قريب مش بعيد في شرم الشيخ، وبعدين هذه حاجة بسيطة، حقك هذا حقك يا مواطن. والله تعبنا يا راجل، بمبة الغاز مثقل أمها كيف بتشيلها، بس العالم تغير ويديروا في تبوات غاز، والغاز يجيك لعند الحوش تفتح وتطيب لوكال بجوك. تي شنو التخلف هذا بس؟ تي شنو لعند أمتى بس يا أخوان؟ وخلاص لازم نتخلصوا من هالأمراض وهالمشاكل، لأن كل الناس تمت تعاني، ظهورنا تقطعا وتعبنا كلها تمت غضريف، كل أسبوعين 3 شيل جيب، مش معقولة والله، تي هذا تعذيب يا هو، هذا تعذيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وزيد هالك ناسا، شيل شكارة وروح بشكارة. زعما يجي يوم وتجيك فيه شركة وتدق عليك في الحوش ويقولوا لك من بدري شوية قليتوا دحي، وبنة الدحي مش كويسة، راهي تدير في زفرة، تعطوها لنا قبل ما تدير زفرة في السطل اللي عندكم. إن شاء الله خير وخلاص، يا قعادك وانت ترجع.
الله يسامح الحاج، يبيني نطلع دكتور. باي يا سيدي تخرجت وطلع الدكتور، باي بعدها شنو؟ تي حتى خدمة ما فيش. واصحابي تخرجوا من الهندسة واعلام وقانون وقاعدين لا خدمة لا قدمة. تي قصدي حتى القراية اللي نقروا فيها والله على ابيض، نص الشعب ملتا غلط. بانا ودكتور شن بندير بيها؟ في 7000 دكتور غيري وما يخدموش، و7000 قانوني برضه. تي والله العظيم انا كان عندي سلطة، خوتي صغار والله ما نحطهم الا في مهن، اقل حاجة يتعلموا صنعة. قعدنا عند بوتي تقول عمال كل واحد متخصص في حاجة، يلي يمشي المصرف ويطوبر، ويلي يعبي في الغاز، ويلي يجيب في الخضرة والخبزة. قعدنا خدمات وخلاص. باي بوتي ماشي معاه محصل خدمات كاملة، يعني الواحد بدل ما يخدم عليه حالة ويخدم خدمته ويكون مستقبله، يكملها خدمات في الحوش وخلاص. قصدك اناني بنصبي في الطابور هذا؟ عليك حالة. تخيل نصبي في الطابور واللي ورايا يقول لي قدم يا محترم، يعني عن جد محترم. تتو نخش عليهم وحول من طريقي، يا دنيا ما فيك الا انا، ونوريهم السلاح. واللي بحت فيها تحي عليه، حي عليه، نعطيك فوفة لوجه. ما تبوش الا هيك، مش الواحد ياخذ حاجته. هي تو الناس هذوما اللي مهتمين على الغاز هم أكيد بيوزعوا 100 بمبة بس، واللي مصابين فوق من 200 واحد. واضح نفسي والله ما حد مدورني، ما فيش حد يقول هذه ولية وراها عيلة وشقاء وتعب. يكفي غير أني برا وجوا، مرأة وراجل، يعني ونخدم على عويلتي ونقول على روحي بروحي، وراجلي الله غالب متوفي. هو الراتب حتى هو كيف ما تعرفوا، ونجيب في كل حاجة بروحي ونعول في روحي بروحي. والناس هذوما ما حد ملتفت لي، واضح نفسي والله ما حد مدور حد. يلا حط الكيد على روحي وننزل، بالك ربي سخر لي، لكن عارفة أن كلها تاخذ وتروح، ما حد مدور حد. يلا خليها على الله. بعدين في الزحمة نعمل فيها ايش؟ زحمة جامدة والله. أنا حنوزع عليهم 100 ولا 150 بومبة، كفاية عليهم، نسكتهم بيهم لين يروحوا، والباقي نوزعها لمعرفتي. ضربني فيهم قرشين على حيلي. يا بيا اشخر مني اللي زاطين في البلد. واللي يجي بكرة نقول له عاوز ايش في يومك اللي مش فيه، عاوز ايش؟ تريد غاز ما فيش. كركبتوني، مرمتوني، بهدلتوني، تعبتوني، من فوق الحوش رميتوني. لوك